مرحبا بكم في قناة سهل ولذيذ. اليوم حبيت نشارك معكم سر صغير في تحضير كعك النقاش. بزاف ناس يقولوا بلي الكعك يجيهم مليح كي ينقشوه، بصح كي يخرج من الفرن يولي النقش خفيف او يضيع الشكل تاعو. هذه حاجه تصرى بزاف في الحلويات التقليديه، بصح كاين حيله بسيطه بزاف تخلي الكعك يحافظ على الشكل تاعو كيما تاع الاعراس. كما تشوفوا النقش يعطي الكعك شكل تقليدي جميل. هذا التقليد يخلي المذاق والشكل اصيلين. اول حاجه لازم العجين يكون مرتاح شويه وما يكونش طري بزاف. من بعد نشكل الكعك ونبدا النقش بنقاش. النقش ما نضغطوش بزاف باش يبقى الشكل مرتب. وهنا يجي السر الحقيقي، بعد ما نكمل النقش ما ندخلوش مباشره للفرن، نخلي الكعك يرتاح شويه في مكان بارد. ممكن تحطه في الثلاجه حوالي 10 دقائق فقط. هذه الخطوه الصغيره تساعد العجين يثبت، وبهذا الشكل النقش يبقى واضح كي يطيب. وشوفوا النتيجه، الكعك خرج ذهبي وجميل والنقش مازال واضح. هذه هي النتيجه كي تطبقوا الحيله الصغيره تاع الكعك يرتاح قبل الخبز، هكذا يبقى الشكل محافظ عليه وما يتبدلش في الفرن. كما تشوفوا كعك النقاش جا روعه والنقش واضح بزاف. اذا جربتوها في الدار راح تشوفوا الفرق. نتمنى تكون الفكره عجبتكم، واذا حبيتوا وصفات اللوزاديه قولوا لي في التعليقات.